وانا قاعده بشرب الايس كوفي بتاعي كنت بجهز لفكره فيديو اصورها لكم. كنت عايزه اقعد اصور اليوتيوب يعني. ولكن جالي سؤال، هو نعمل ايه في الاجازه؟ وده اكتر سؤال متكرر عند اغلب الناس الفتره دي. كل عايز يعرف نعمل ايه في الاجازه وازاي نستغل الاجازه او ايه افكار ممكن نعملها في الاجازه. فقلت ليه لا، ده يكون فكره الفيديو بتاع النهارده. فيلا بينا، هقول لكم اكتر من 20 فكره مختلفه تعملوها للاجازه تستمتعوا بيها، وكمان تحسوا ان انتوا استفدتوا من اجازتكم. انا خلصت نص الايس كوفي بتاعي وانا بدور لكم على افكار وبجمع لكم افكار، وكتبت لكم افكار كتير جدا وهشاركها معاكم. وبجد انا متحمسه لاكتر من حاجه فيهم اعملها واشاركها معاكم برضو. فخلينا نبدا واقول لكم بقى ايه هي الافكار دي وما احمسكوش اكتر من كده. اول فكره، او مش عارفه هقعد اعدهم معاكم ولا لا لانهم كتير، فخليني اقولهم لكم كده من غير ارقام وانتوا بقى في الاخر بقولوا لي هم كام. انا عن نفسي جمعت 20 مكتوبين، لو جه في بالي اي حاجه زياده برضه هقولها لكم واحنا بنتكلم. اعملي ريست ليومك، مش تغيير حياه، هو مجرد ان انت بتعملي اعادة ترتيب لليوم بتاعك. يعني تجربي كده يوم كامل بنظام مختلف، تصحي بدري، تعيشي سلو مورنينج، ترتبي مكانك، تعملي حاجة بتحبيها، تفاصيل يوم مختلفة عن اليوم العادي بتاعك، وانك كده بتجربي وبتعيدي ترتيب ليومك. كنت قلت لكم في الفيديو اللي فات اعملوا سمر باكيت ليست. المرة دي هقولك اعملي سمر باكيت ليست، ولكن مش لحاجات عايزة تعمليها، للحظات نفسك تعيشيها. يعني بدل ما تكوني حاطة ان انت عايزة تخلصي كورس او تكتسبي مهارة معينة، حطي مثلا ان انت تعيشي لحظة زي مثلا انك تشوفي الغروب او تحضري الشروق، انك تعملي بيكنيك مع اصحابك وتتصوري صور حلوة، او انك لو عيد ميلادك في الايام بتاعة الاجازة تعيشي يوم بشكل مختلف. رتبي موبايلك كأنها بداية جديدة، امسحي صور قديمة، رتبي التطبيقات والابس اللي موجودة عندك، غيري الخلفية بتاعة موبايلك، حطي سيم جديد، نظفي الايميلات بتاعتك. الحاجات دي بتحسسك ان انت اكنك كده داخلة على بداية جديدة. الحاجة الجاية دي بجد لو انتم مدمنين مشتريات مش هتقدروا تعملوها، هتحسوا ان هي صعبة. ولكن اعملي تحدي ان انت تعيشي اسبوع كامل من غير ما تشتري اي حاجة، وشوفي انت هتكتشفي ايه عن نفسك. ممكن تحسي او تكتشفي ان انت فعلا بتشتري الحاجات لمجرد ان انت عايزه تبقي زي كل الناس، او تكتشفي ان انت مش محتاجه حاجات كتير، تقدري تعيشي بحاجات بسيطه جدا. وممكن تكتشفي ان انت في حاجات انت فعلا محتاجاها وتبداي تدوري عليها بعد كده، هي دي الحاجات اللي تشتريها. الحاجه اللي جايه دي مش المفروض ان انا اقولها لك، ولكن جربي تعيشي يوم من غير اي تخطيط او ترتيب مسبق. اللي هو كده سيب اليوم يمشي براحته وشوفي نفسك هتختاري تعملي ايه. مش لازم تعيشي كل يوم بتخطيط مسبق او ان انت تكوني مرتبه لكل حاجه تعمليها. ما بين كل فتره والتانيه سيبي لنفسك يوم كده، شوفي انت لما تصحي كده هتقرري تعملي ايه النهارده. سادس حاجة، او اللي احنا بقى مش هنقعد نعد، اعملي قائمة بالحاجات الصغيرة اللي انت كنت مأجلاها، تصليح حاجة او ترتيب درج معين، او لو في حاجة محتاجة تروح للترزي وانت كنت مأجلاها، او لو في مكالمة عايزة تعمليها لشخص وحشك. اي خطوة صغيرة انت كنت مأجلاها بحجة ان انت بتذاكري وعندك دراسة ومذاكرة ومش هتلحقي، تقدري تعمليها في الوقت ده. واظن ان احنا لو ركزنا كده هنلاقي حاجات كتير فعلا احنا مأجلينها. اكتبي ذكرياتك بدل بس ما بتصوريها. يعني كل يوم كده اكتبي 3 حاجات يخلوكي كده تفتكري اليوم ده بيهم. يعني 3 حاجات حصلت حتى لو قد ايه هي بسيطة. اعملي تغيير بسيط في شكلك، مش لازم تعملي جلو اب كبير، مجرد بس ان انت هتجربي لفة طرحة جديدة، ستايل لبس مختلف. لو انت بشعرك تعملي تسريحة جديدة حتى لو في البيت، تجربي الوان جديدة من الطرح ما كنتيش بتلبسيها قبل كده. ده تغيير بسيط هيحسسك ان انت فعلا عملتي فرق كبير قوي في شكلك. الحاجة الجاية دي انا بجد نفسي اعملها. جربي تعيشي يوم كأنك واخدة اجازة من السوشيال ميديا، اللي هو سوشيال ميديا ديتوكس، بس على الاقل ليوم واحد. بجد حقيقي حاسه ان احنا لو اغلبنا عملنا الحركه دي، او لو انا عملت الحركه دي، هحس ان انا فعلا فصلت من كل حاجه، اللي هو انا كده انعزلت مع نفسي. ودي حاجه بجد يعني ممكن ما تحسوش ان هي ممتعه، بس لما تجربوها ممكن تتبسطوا، فجربوا مش هتخسروا حاجه. وبجد ما بين كل وقت والتاني احنا بنحتاج ان احنا نقلل عدد الساعات بتاعه استخدامنا للموبايل والسوشيال ميديا، لان من كم الحاجات اللي بتدخل دماغنا بتكون مرهقه واحنا مش حاسين. بنكون حتى مش قادرين ان احنا نقعد نركز في حاجه، مش قادرين ان احنا نقعد نذاكر، لما بنيجي نعمل اي حاجه بنبقى مشتتين ومش مركزين فيها من كم الحاجات اللي بتدخل دماغنا
بتاعنا والمعلومات والحاجات اللي بتحصل على السوشيال ميديا دي كلها بتتخزن جوانا واحنا بنبقى مش واخدين بالنا. فمهم قوي ان احنا ما بين كل فترة والتانية او كده ما بين كل وقت والتاني نفصل، ناخد يوم اجازة على الاقل. احنا وصلنا رقم كام بجد حقيقي؟ يعني هما كتير قوي فهكمل معاكم. الحاجة الجاية دي بجد انا مؤخرا ادركت قد ايه هي فعلا ممتعة ولذيذة جدا. اعملي سولو ديت، خروجه كده مع نفسك، تاخدي كتابك، تطلعي تشربي قهوه، تتشيكي كده ونازله اكنك نازله ديت. بس الديت ده مع مين؟ مع اهم شخصيه انت ممكن تكوني تعرفيها، الشخصيه دي هي انت. فتشيكي كده والبسي وانزلي وشوفي لو انت عايزه تاخدي كتاب معاكي تقرايه بره، تروحي تشربي قهوه في مكان انت بتحبيه، تختاري مشروب انت بتحبيه او ايس كوفي ايا كان، بس اعملي حاجه اللي انت بتحبيها كده مع نفسك، وروحي كده اقعدي مع نفسك في مكان وهتحسي قد ايه فعلا دي حاجه لذيذه. وبجد حقيقي انا مؤخرا بقيت احب الموضوع ده، وبقيت احس ان العلامه دي بجد من علامات ان احنا فعلا بننضج، ومن علامات ان احنا فعلا بنكبر وبنبقى حاسين بوعي. او حتى لو مش هتروحي تقعدي في مكان، بس مثلا ممكن تجيبي لنفسك عصير او مشروب بتحبيه وتقعدي تتمشي كده، دي حاجة فعلا هتستمتعي بيها حتى لو انتي مش حاسة ده دلوقتي. اكتشفي اماكن مجانية جديدة في منطقتك، يعني حتى لو مش في منطقتك مثلا في المحافظة اللي انتي عايشة فيها، لو في مكتبات، لو في اماكن اثرية، لو في اماكن سياحية، لو في معرض او حديقة معينة بتكون مجانية او بسعر مخفض، جربي، روحي اكتشفي المكان ده وشوفيه عامل ازاي. جربي طبخة من الحاجات او المكونات اللي موجودة في البيت عندك، او ابتكري حاجة جديدة. يعني لو انتي متعودة بتعملي الاكل بطريقة معينة، جربي ان انتي تحطي بصمة ليكي مختلفة، تحطي حاجة جديدة، تحطي يعني حاجات مكونات كده جديدة تفرق معاكي، تحسسك ان انتي فعلا عملتي طبخة جديدة كده. الحاجة الجاية دي ممكن تعمليها في كل الاوقات، ولكن هقولك ازاي تستغلي الاجازة فيها. اعملي صندوق تبرعات. طبعا احنا نقدر نتبرع في اي وقت ايا كان ايه هو، ولكن فترة الاجازة دي هنستغلها في ايه؟ هنستغلها في ان احنا هنعمل ديكلترينج لكل الحاجات اللي عندنا. اشوف بقى اللبس بتاعي ايه اللي انا بلبسه وايه اللي ملبسوش، هشوف بقى الميك اب بتاعي ايه اللي بستخدمه وايه اللي مش بستخدمه، هشوف بقى إيه الادوات الدراسيه بتاعتي ايه اللي بستخدمه وايه اللي مش بستخدمه، هشوف ايه اي حاجه موجوده عندي ممكن تنفع حد تاني او ممكن تفرح حد غيري واتبرع بيها. زي ما قلت لكم احنا نقدر نعمل ده في اي وقت، ولكن بحس ان الاجازه مديانا مساحه في الوقت ان احنا نقدر نعمل الديكلترينج ده براحتنا، فهنقدر نطلع حاجات اكتر. وطبعا مش هقولك قد ايه الديكلترينج ده هيفرق معاكي وهيحسسك ان انت عملتي اعاده تجديد كده لطاقتك في المكان بتاعك او في اوضتك او في حاجتك. طبعا ده هيخليكي كمان يساعدك ان انت تكوني بترتبي حاجتك من اول وجديد. ارجعي لهوايه قديمه انت كنتي بطلتيها، حاجه كده زمان كنتي بتحبي تعمليها ودلوقتي بطلتي ان انت تعمليها بسبب الانشغال بقى في الدراسه او في الشغل او ايا كان. بصراحه من الحاجات اللي انا كنت بحب اعملها وانا صغيره وهي القاء الشعر. اتلهيت كتير قوي 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 من بعد ما سبت المدرسه وما بقيتش اعمل ده، ولكن مؤخرا اتبسطت جدا ان انا بقيت ارجع اشوف حاجات كده، يعني اعرف ان انا القيها او اقولها او كده، حتى لو مش بشارك ده مع حد بعمله مع نفسي، بحس ان ده حاجه فعلا بتبسطني. فجربي ترجعي لهوايه قديمه انت كنت بطلتيها، ده هيفرق معاكي وهيخليكي تتبسطي قوي. الحته الجايه دي انت الطفل اللي جواكي هيكون مبسوط بيها قوي. جربي تعيشي كده يوم الطفوله، بمعنى افتكري كل الحاجات اللي كانت بتفرحك وانت طفله واعمليها، حتى لو كانت ايه الحاجات دي. يعني لو حاجه طفوليه قوي كده كده انت عايشه مع نفسك، يعني كده كده انت بتعملي الحاجه دي مع نفسك، مفيش حد هيتكلم معاكي، مفيش حد هيعلق عليكي. فشوفي الطفل اللي جواكي حاسس وعايز يعمل ايه واعمليه وابسطيه. وبجد حقيقي ده اكتر حاجه ممكن تبسطك وممكن تخليكي حاسه ان انت كده رجعتي لنفسك ورجعتي لطاقتك ولشغفك، ان الطفل اللي جواكي يكون حاسس ان هو مبسوط، وان الطفله اللي جواكي دي تكون حاسه ان هي عملت حاجه فعلا تبسطها. فلو هيبسطك انك تتفرجي على كرتون، تلعبي لعبه معينه، تاكلي اكله مفضله ليكي وانت طفله، هتاكلي اكل اطفال عادي جدا، المهم ان انت تعملي الحاجات دي. اعملي قائمه باكتر اشخاص انت حابه تقربي منهم، وشوفي بقى الاشخاص دي انت حابه تقربي منهم ليه، ولو في حاجه فيهم انت نفسك تغيريها تكون فيكي، ابدأي اشتغل عليها، اكتبي الحاجات دي وابدأي اشتغل عليها.
وبرده لو انت حابه تقربي من اشخاص معينه، شوفي ايه ممكن يخلي العلاقه دي تبدا او يقوي العلاقه دي، وابداي اعمليه من دلوقتي. الحاجه دي كل اجازه بنتكلم عنها ان احنا نجرب نعمل حاجه جديده، ولكن بجد المره دي حاولي انك تجربي تعملي حاجه لاول مره، مش مجرد ان هي حاجه جديده، لا انت حاجه اوريدي انت ما عملتيهاش قبل كده، هتكون اول مره بالنسبه لك. تنزلي تجري، هتجربي رياضه جديده، هتنزلي تتعلمي السباحه، هتركبي خيل، هتنزلي مع نفسك، حاجه تكوني بتعمليها كده لاول مره. دي هتحسسك ان انت فعلا عملتي حاجه مختلفه، وان انت فعلا عملتي حاجه كبيره قوي في الاجازه دي. اعملي فيجن بورد للاجازه او للحاجات اللي انت نفسك تعيشيها الصيف ده. يعني مثلا لو انت هتروحي مصيف، فاعملي فيجن بورد فيه بقى الصور اللي انت حابه تتصوريها في المصيف ده. لو انت هتخرجي مثلا في الاجازه دي، حطي بقى الخروجات اللي انت عايزه تخرجيها او الاماكن اللي انت عايزه تروحي فيها. لو انت عايزه تكتسبي مهاره معينه، حطي بقى الحاجات دي. لو انت عايزه مثلا ان انت تعيشي يوم بشكل مختلف، حطي تفاصيل اليوم ده برضو في الفيجن بورد دي. دي حاجه كده اللي هو ايه، اكنك زي بتعملي بلان للاجازه، او زي اكنك بتخططي الاجازه كده بس في شكل صور وفيجن بورد محطوطه قدامك، عشان بعد الاجازه تشوفي انت عملتي ايه منها. والحاجه قبل الاخيره، وهي في اخر الاجازه صوري فيديو لنفسك، شوفي ايه اللي اتغير، ايه اللي اتعلمتيه، وايه اللي انت عملتيه. ده هيحسسك ان انت فعلا طلعتي مستفيده من الفتره دي. واخر حاجه، واللي انا دايما بقعد اقولها لكم، ان هي اجازه، فخدي اجازه بجد. يعني ما تستنوش انه حد يجي يقول لكم خدوا اجازه، ما تستنوش ان حد يجي يقول لكم افصلوا. الاجازه دي معموله عشان نشحن طاقتنا ونشحن شغفنا ونجدد كده من روحنا، عشان لما نيجي نرجع بعد كده نكون جاهزين ومستعدين لده. فخدوا ده، يعني اعملوا ده، ادوا نفسكم الكريدت دي. خدي اجازه، ريحي، اهتمي بنفسك، اهتمي ببشرتك، اهتمي بجسمك، اهتمي بصحتك. كل الحاجات اللي بنكون مهملينها في فتره الدراسه والشغل، نقدر دلوقتي ان احنا نرجع نهتم بيها ونركز عليها تاني، خصوصا نفسنا. وبس كده، بكده اكون قدرت اديكم 20 فكره تقدروا تعملوها خلال الاجازه. لو انتم بقى عندكم اي افكار زياده تقدروا تسيبوها في الكومنتات عشان غيركم يستفيد. وبس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون الفيديو افادكم وعجبكم واستمتعتم بيه. ودلوقتي اقدر اقول لكم ربنا يحل ايامكم، واشوفكم دايما بتضحكوا. سلام.